شيء صغير لا بيتشاف ولا بيتسمع، بس قدر يوقف العالم كله. خطر بياخده ويسيطر على خلايا الجسم، بدل ما بيدمرها بيسخرها. خطر كان بيهدد البشر على مراحل مختلفة وعلى عصور مختلفة على مر تاريخ الكرة الأرضية كلها. الخطر اللي بنتكلم عليه وهو الفيروسات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صديقي العزيز، أهلا ومرحبا بك في حلقة جديدة من قناة الطائر. نبات التبغ قديما كان بيصاب بمرض اسمه مرض مزيق التبغ أو مرض تبقع التبغ. طيب عادي يا عم علي، أي نبات بيتصاب بمرض وبنقدر نعمل له مكافحة وبنعالجه ويبقى تمام، ومش محتاج إن أنت تتكلم عليه وتقول لي مرض ومش مرض وبتاع. أيوة يا صديقي العزيز عندك حق، بس المرة دي كانت مرة مختلفة تماما عن كل المرات اللي بيحصل فيها مرض لنبات أو مرض لإنسان ونلاقي له مكافحة ونقطع على المرض. العالم الروسي ديمتري ايفانوفسكي سنة 1892 كان بيبحث عن ايه سبب مرض تبقع التبغ. فقام بتجربه بسيطه، وهو ان جاب عصاره نباتيه وعداها على فلتر خزفي، والفلتر الخزفي ده وظيفته ان هو بيمنع مرور البكتيريا، وفي الوقت ده اغلب الامراض كان سببها البكتيريا. رجعنا كده اخدنا عصاره نباتيه وعدينا على فلتر خزفي ومنعنا مرور البكتيريا، اذا ان احنا اتخلصنا من البكتيريا. وبما اننا اتخلصنا من البكتيريا اذا مفيش مرض. العصاره النباتيه اللي ما بقاش فيها بكتيريا كده المفروض ان هي ما تعديش، ولكن اللي حصل يا صديقي العزيز كانت صدمه كبيره جدا. ايفانوفسكي لقي ان العصاره النباتيه لسه بتعدي، ومن هنا ايفانوفسكي استنتج ان مسبب المرض مش بكتيريا، ولكن مسبب المرض هو حاجه اصغر من البكتيريا. وهنا واحد يجي ويسالني ويقول لي طب يا عم علي ليه اصغر من البكتيريا؟ عندك حاجه يا صديقي العزيز، هو ليه اصغر من البكتيريا؟ مش احنا قلنا ان الفلتر الخزفي مش بيعدي البكتيريا؟ اللي صح، قلنا الفلتر الخزفي مش بيعدي البكتيريا، اذا الشيء اللي عدى اللي لسه بيعدي وبيخلي العصاره النباتيه بتعدي هو شيء اصغر من البكتيريا. ايفانوفسكي ما كانش متاكد من كلامه بالظبط، فقرر ان هو يعمل التجربه مره واثنين وثلاثه ولقي نفس النتائج اللي هو طلعها بالظبط. اذا كده نستنتج ان المسبب المرضي بتاع مرض تبقع التبغ مش مرض بكتيري، ولكن هو سببه حاجه ثانيه غير البكتيريا. علشان بعدها ب6 سنين تحديدا سنه 1898 العالم الهولندي مارتينوس بيجرينيك يكمل تجارب ايفانوفسكي، وبيجرينيك قال جمله مهمه جدا: العامل ده مش عامل حي، وان العامل ده بره الخليه شيء غير حي، ولكن داخل الخليه بيسيطر وبيتحكم وبيخلي الخليه تشتغل لصالحه. اطلق عليه اسم الفيروس. كلمه فيروس دي كلمه لاتينيه ومعناها السم، ومن هنا بدانا نعرف ان في حاجه اسمها الفيروسات. وقبل ما نعرف يعني ايه فيروس ويعني ايه عدوى، كان في مرض اسمه الجدري. المرض ده كان بيدخل القريه ينتشر بسرعه رهيبه جدا ويسبب موت وتشوهات في الجسم وفي الوش تحت. يا صديقي العزيز للاسف مرض الجدري كان بيحب يعلم على الوش، وزي ما بنقول في مصر تعورة الوش ما فيهاش ما عليك. طيب بعيدا عن الهزار يا عم علي، وامتى ظهر مرض الجدري ده اصلا يا صديقي العزيز؟ اقدم ادله مقدمه على مرض الجدري ترجع لاكثر من 7000 سنه تقريبا يا صديقي العزيز. في مصر القديمه العلماء لقوا اثر الجدري على المومياوات المصريه الفرعونيه. ايوه يا صديقي العزيز بجد الجماعه الفراعنه دول تلاقيهم في كل حاجه وفي اي حاجه، امراض تلاقي، حضاره تلاقي، اي حاجه تلاقي. العلماء لقوا نفس الجسور ونفس العلامات اللي الطب عرف يفسرها بعد الاف السنين. وليه الجدري كان مرعب؟ الجدري ما كانش مرض عادي، ده نسبه الوفيات فيه عدت 30%. بينجو من المرض بيعيش باقي حياته بوشه مشوه، لدرجه ان الجدري غير مجتمعات كامله، ممكن يدخل على قريه ينسفها كلها. ومع كل الرعب ده الا ان البشر ما استسلموش، قدرنا نصنع اول لقاح. بس مبدئيا كده يا عم علي يعني ايه لقاح؟ لقاح ببساطه وهو ان انا ادي الجسم المرض بس بصوره ضعيفه او بصوره مقتوله، عشان الجهاز المناعي يبدا يتعرف على المستقبلات ويعرف المرض ده ايه، ويستعد الجسم ويبدا يعمل مقاومه للمرض ده. كانك ببساطه بتدي الجسم بروفا قبل ما يدخل الحرب. كده عرفنا يعني ايه لقاح. مين بقى اللي اكتشف اللقاح ده؟ العالم الطبيب الانجليزي ادوارد جينر لقي الاشخاص اللي بيقوموا بعمليه حلاله البقر بيصابوا بمرض خفيف اسمه جدري البقر. يا عم علي ما بيصابوا هم كمان بالجدري اهو. حد من روعك يا صديقي العزيز، من وسط كل الظلام بيخرج النور، زرع حصد ومن جد وجد والحاجات الجميله دي كلها. جينر قرر يجرب حاجه غريبه جدا محدش ممكن يفكر ان هو يعملها، وهو ان اخذ ماده من البثور اللي موجوده في جسم عمال الابقار اللي فيها مرض الجدري الخفيف، حاجه في طفل صغير. الوهله الاولى تفتكر ان هو عمل صدمه كبيره جدا، ولكن هو بسبب الحل ده قدر يخلصنا من مرض خطير جدا. حقيقة الطفل بعد ما اخذ الماده دي بدا يتعب شويه، اتصاب كمان بالجدري، بس بعد كده ما اتصابش بالجدري القاتل الثاني. وبكده العالم جينر اثبت ان في حاجه اسمها لقاح، لو اخذته بتقدر تتخلص من الجدري. العالم كله بدا ياخد اللقاح.
علشان منظمة الصحة العالمية سنة 1980 تعلن على قضاء الجدري تمام. بعد الجدري جه فيروسات كتير مثل الحصبة والانفلونزا الاسبانية، شلل الاطفال او فيروس نقص المناعة الإد، واخر حاجة كان فيروس كورونا اللي كلنا عشناه. بعد ما الانسان فكر ان هو سيطر على الفيروسات ظهر الخطر الجديد، خطر ما كانش ليه اسم في الاول، حد فاهم ايه هو؟ تظهر حالات التهاب رئوي غامضة في مدينة ووهان في الصين. المرضى كانوا بيعانوا من خونة وكحة وضيق في التنفس. كل الفحوصات اللي بتتعمل بتقول ان المرض ده مش بكتيريا ولا الانفلونزا. ويجي السؤال هنا، بما ان ده مش انفلونزا طيب ده ايه؟ العلماء وقفوا قصاد المرض وبداوا يحطوا احتمالات، هل ده فيروس جديد ولا متحور ولا ايه حكايته بالظبط؟ بعد كل الفحوصات والابحاث اللي اتعملت لقوا ان المرض ده مرض فيروسي من عائله بتسمى عائله الكورونا، وعائله الكورونا دي فيروسات موجوده من زمان، بس النسخه دي كانت قويه واسرع في الانتشار، اتسمت باسم كوفيد 19. والمشكله هنا ما كانتش في خطر الفيروس بس، ولكن في سرعه انتشاره. بمجرد اسابيع بيخرج من الصين وبينتشر في كل الدول وكل القارات. الفيروس كان مرعب لانه بينتقل بسهوله وليه فتره حضانه طويله، وممكن كمان تبقى حامل للمرض وما تحسش ولا يظهر عليك اي اعراض. فيروس زي كورونا ده يا صديقي العزيز، ارقام الوفيات كانت كل يوم في تزايد، لا تكاد منطقه خاليه من الفيروس، وفي كل مكان هتلاقي مرض كورونا منتشر، والاطباء في تحدي مع نقص الاجهزه وتزايد الامراض. فيروس تسبب في موت ملايين من البشر. كورونا فكرنا بحاجه مرعبه، ان الفيروس كائن مش حي، لكن قدر يوقف كل حاجه في الكوكب، من الحركه والتنقل واعداد البشر على سطح الكوكب. الفيروسات حاجه صغيره جدا الا انها بتسبب مخاطر كبيره جدا بجد والله. وما اوتيتم من العلم الا قليل. كل يوم بنتعلم، كل يوم بنكتشف ان في حاجه جديده، بس بجد في حاجات كتير جدا لسه ما نعرفهاش، وبندعي ربنا ان احنا نفهمها ونعرف ايه حكمه ربنا من خلق الشيء ده. يا صديقي العزيز ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتشير الفيديو مع اصحابك، وتكتب لي كومنت كويس يرفع فيه معنوياتي علشان اقدر اكمل.